بعد صعود سريع جدا للدولار من حوالي 53 جنيه ل 72 جنيه و73 جنيه في السوق السوداء في يناير 2024، وصعود الذهب ليكسر حاجز ال 4300 جنيه، يحدث فجأة انهيار غير متوقع. وبنقول غير متوقع عشان ما كانش حد عارف الدولة بتحاول ترتب ايه علشان توقف هذا الانهيار اللي عمال يحدث. وحصل انهيار بقاله يومين في السوق السوداء فيها حالة شلل تام. أول حركة مشكورة ملحوظة للدولة، تدخل حاد توقف في الانهيار اللي بيحصل. شلل تام في سوق العملات وفي سوق الذهب مع ارتفاع سعر الفايدة 2%، مما يؤدي إلى توجيه السيولة النقدية اللي في إيد الناس في إن هم يتوجهوا للبنك ويفكروا. وذلك ليه؟ علشان الناس اللي أخدوا درس دلوقتي، اللي اشتروا عملة اشتروا ذهب وعاملين ضغط على سوق العملات والذهب، سواء سوق سودا أو سوق الذهب الشرعي. مين اللي خسر خسائر فادحة؟ اللي كان بيخزن فلوس وهو بيستخدم الفلوس دي مش فلوس زايدة عن حاجته، فهو مضطر يدفع التزام أو يدفع دفع أو يدفع فلوس بضاعة. فمنهم من اشترى الدولار على 70 جنيه من السوق السوداء، وحاليا مضطر يبيعه ب50 و52 أو 53 أيا كان. ضرر لناس كتير. تدخل مشكور من الدولة عشان توقف اللي احنا فيه. هي أول حاجة نلاحظها بعد حالة التوهان اللي كلنا فيها، اللي كل واحد ماشي فيها بيكلم نفسه فيها، وإجابته بكرة عامل إزاي؟ إجابة مخيفة مقلقة إن بكرة سراب، بما إنه هو مش شايف أي تخطيط للدولة في اللي هيحصل الفترة اللي جاية. ولكن حركة فجائية من الحكومة للسيطرة على السوق السوداء، ما بين القبض على تجار الذهب اللي جايبين ذهب غير مدموغ، ما بين القبض على تجار العملة الكبار، ما بين دخول الأموال اللي داخلة من موضوع رأس الحكمة على من فترة قلنا ال10 مليار اللي جم مساعدات بسبب موضوع غزة، على الفلوس اللي جاية من صندوق النقد، مع اقتراب التعويم بكرة أو بعده. فاحنا حاليا بنقرب المسافات علشان نقرب سعر البنك اللي هيبقى متوقع من سعر السوق السوداء. وليكن سعر مثلا البنك جه 43 45، هتبقى السوق السوداء 47 48، ونعمل كنترول لهذا الوضع. هل هذا هو الأمان الاقتصادي؟ لا يا فندم، احنا كده عملنا حركة في السياسات النقدية عشان نلم بيها قرشين ونسيطر على السوق. وخد بالك لغاية دلوقتي السياسة النقدية حتى الآن ما ادتش أثرها في الأسعار. يعني هنخش الماركت مش هنلاقي الحاجة رخصت، هنخش نشتري جهاز كهربائي مش هنلاقيه رخص. الحاجات المتأثرة بالدولار وقتي هي الذهب فقط. انهيار سعر الذهب بقى من حوالي 4400 جنيه لغايه 3400 جنيه مخلي الناس تنهال على محلات الصاغه بتحاول تتخلص وتبيع الذهب اللي معاها. نصيحه لكل الناس، لو انت مش محتاج الفلوس اللي معاك دي، او مش محتاج فلوس مصري لحاجه معينه، ما تتسرعش وتتخلص من الحاجه اللي معاك، بالذات لو انت شاريها بسعر اغلى من اللي انت هتبيعه دلوقتي. مفيش داعي للخسائر العاجله علشان اللي احنا فيه وضع نرجو ان هو يستمر. هي بداية سياسة نقدية مؤقتة، محتاجين نعرف ايه بقية السياسة النقدية دي عشان اللي احنا فيه يستمر وسعر الصرف يبقى مرن ولكن تحت السيطرة. في نفس الوقت عايزين نشوف سياسة اقتصادية عشان نشوف ازاي هنقدر نسد ديوننا ونعمل خطة نحافظ بيها على سعر الصرف، نحاول نحافظ على استيرادنا، نحافظ نعمل اكتفاء من حاجاتنا من غير ما يحصل قفزات في سعر الدولار زي ما حصل الفترة اللي فاتت ويبقى خارج الموضوع عن السيطرة. هنقول شكرا على الدولة عملته، تدخل الحكومة بهذه الحركة تدخل قوي جدا وليه نتيجة قوية جدا في السوق. الناس اللي محوشة بلاش تتسرعوا، وإن شاء الله يحصل حاجة واتنين وتلاتة يخلوا الوضع اللي جاي أكثر استقرارا. وخلينا متفائلين إن عقبال ما أكلمكم الفيديو الجاي يا رب يكون الدولار ب40 جنيه. يا رب. سلام.